مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض بقى نغير فكرة اللانش بوكس خالص للمدارس، ونعمل النهارده البوريك التركي زي ما انتوا شايفين كده. مفيش احلى من كده. هنحطه في اللانش بوكس زي ما انتوا شايفين، سهل وبسيط جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عندي كوباية من اللبن دافي خالص، مش سخن. حطيت عليهم اتنين بيضة، وكان عندي بيضة هحطه كمان، كان موجود عندي في التلاجة، فهفضيه دلوقتي زي ما انتوا شايفين. يعني انا مش حاطه بيض مخصوص، لا انا حطاه كان موجود عندي في التلاجة وحطيته. تمام كده، علشان طبعا يعني لو اتحط اكتر من كده هيبوظ. حطيت رشه فلفل اسود كده، وهحط شويه سمنه، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه كده بالشكل ده. ده بيضه. هفك بس البيض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالشوكه. لما يتفك كده هنزل عليهم شويه من السمنه او اي ماده دهنيه، سمنه، زبده، زيت، اي حاجه. تمام كده. ده التشريبة او الخليط اللي احنا هنحطه على البوريك بعد ما نخلصه. جهزيه كده علشان عقبال ما تجهزيه هتلاقي الجلاش نشف معاكي. الجلاش بينشف بسرعة. حطيت رشة هنا من البيكنج باودر بس كده علشان تخليه هش معايا، و تخليه هش من جوه وخفيف كده. تمام. هفكها كده بالشوكة زي ما انتوا شايفين، ان مجرد ما بتحط على اي مادة سايلة بيتكتل زي ما انتوا شايفين كده، فبتفكيه بقى بالشوكة بظهر معلقة لحد ما يدوب معاكي. تمام. هحط بقى شوية سمنة كده، وزي ما قلتلك اي سمنة، زيت، زبدة، اي حاجة. تمام. هقلبهم واركنهم على جنب، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عندي بقى اي حشوة انت عايزاها بقى في التلاجة. الحشوة اللي انت هتعمليها في سندوتشات الصبح ممكن تحطها لهم. عندك لانشون جبنة، هي لانشون والجبنة الرومي هما الأساسي في التلاجة لأيام المدارس. عندي شوية زيتون فرمتهم، عندي شوية فلفل ألوان، شوية جبنة رومي. زي ما انتوا شايفين اللانشون برضو فرمته كده فرمة في الكبة. ههرس كل ده مع بعضه كده علشان يبقى مديني صباع حلو كده، وما بيبقاش اي حاجه مش مستويه او مكتله او اي حاجه. ههرسهم كلهم مع بعض كده زي ما انت هتشوفي دلوقتي بالشكل ده. هركنهم بقى على جنب، وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. تمام. اجيب بقى الصاج بتاعي او الصينيه او القالب او اي حاجه، سواء بايركس او ألمونيا او صاج، زي ما انا هعمل براحتك. انا بحب الحاجه تكون واسعه قدامي، فهعملها في الصاج كده علشان تاخد راحتها، لان عندي ورقه الجلاش كبيره شويه، فهعمل على قد الصاج. تمام. عشان يكفي بقى لو هيتعشوا منه او يفطروا منه او اي حاجه بقى. فانا زي ما انتوا شايفين كده هركن الورق على جنب بالشكل ده. عندي بقى الرخامه ضيقه شويه بسبب الحاجه اللي موجوده عليها، فهتني الورقه كده لحد ما ايه. هجيب بقى دهن الفرشه وهدهن بالسمنه كده زي ما انتوا شايفين. هعمل كل رول 3 ورقات. زي ما انت شايف الورق خفيف مش تقيل. لو انت عندك ورقه الجلاش اللي انت جايباها تخينه شويه او سميكه شويه، ما تحطيش 3 ورقات، حطي ورقتين بس عشان ما تبقاش الصباع تخين شويه. تمام. برشه سمنه كده بالشكل ده علشان بس الورق يلزق على بعضه. تمام. انا هنا عندي بقولك المكان يعني ضيق شويه، فهرفع بايد كده واسحب الورقه التانية بالشكل ده. ما تقلقيش من اي قطع ولا اي حاجه، كل ده هيتدارى مش هيبقى باين اصلا زي ما انت شفت كده في اول الفيديو. تمام. عايزه اقولك الصينيه دي او الصاج ده ما خدش معايا وقت خالص في عمايله، على طول رول كده على طول، ما بياخدش وقت خالص، ويبقى اشيك واحلى كمان. من ما تعمليه مثلا مربعات، لو انت مثلا هتديه لولادك مثلا في اللانش بوكس بيبقى ملموم شويه، ما بيتبهدلش او بيقع منهم او اي حاجه. والخليط اللي احنا بنحطه عليه ده بيخليه طري معاكي، وقلبه طري من جوه، هشه من بره وطري من جوه. وطبعا بقى اي حشوه عندك يعني ما تقفيش عليا انا، ما تقوليش مثلا انا حطيت مثلا كذا، لا. الحشوه اللي عندك في التلاجة، سواء ممكن تحطي جبنه بس بيضه،
وتحطي عليها رشة حبة البركة وبس كده. ممكن تحطي مثلا شوية جبنة وتحطي عليها شوية بقدونس مثلا وتقلبيها مع بعضها كده وتحشي بيها. ممكن مثلا جبنة وزيتون، لو عندك جبنة دلع شوية حطي عليها شوية زيتون وافرميهم كده واحشي بيها. يعني عندك اختيارات كتير. عندك ممكن تعملي لحمة مفرومة لو انت مثلا مش مدارس ولا اي حاجة، او عاملاه الغدا او عشاء، ممكن تحطي فيه لحمة مفرومة معصجة كده، تحطي عليها شوية فلفل رومي مثلا او الوان وتحشي بيها برضو، هيدي معاكي طعم حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت المرة دي ورقتين بالشكل ده. انا مش مهتميه بالدهن قوي علشان انا كده كده هحط خليط، والخليط ده فيه سوائل وفيه سمنه، فكل ده هيخش له سمنه تاني وحاجه كده هتخليه تهش من جوه زي ما انتوا عارفين وطري. وطبعا البيكنج باودر اللي احنا حاطينه هيخليه زي ما انتوا شفتوه كده ما شاء الله منفوخ كده ويهش من جوه. تمام. اخلص الكميه كلها زي ما انتوا هتشوفي كده وراكم لما تخلص. عايزه اقولك اللي انت لو عاملاه في عزومه هيبقى شكله حلو قوي، هيشرفك قدام ضيوفك. لو انت عاملاه في عزومه خارجه مثلا في مكان وعاملاه مش هيبهدل الولاد مثلا، لو هما بياكلوه مش هيوقع عليهم يعني. فحاجه سهله وبسيطه وشكلها حلو، وممكن تحشيه باي حشوه حلو كمان، مش شرط حادق. لو انت عايز تعمليه بحلو كمان ممكن تحشيه بحلو. تمام. ببرم كده واخد على ايه يعني ببرم بايدي وادخل على جوه كده علشان ما يبقاش فيه هوا في قلب الصباع زي ما انتوا شايفين. تمام. تعالوا بقى نشوف الكميه كلها. هقطعها دلوقتي. انا بقى اعمل هنا الصباع الرول كده على 4 صوابع. تمام. انت بقى حسب الطول اللي انت عايزاه، عايزاه صغير عايزاه طويل براحتك. انا عاملاه هنا على 4 صوابع زي ما انتوا شايفين. تمام. علشان حتى يبقى شكله حلو وانت بتقدميه كده في اي طبق او اي حاجه. ممكن تعمليها على شكل سمبوكسات معوج شويه كده لو انت مثلا عايزه شكل مختلف شويه. اهم حاجه بس تكون السكينه حاميه عشان ما تبهدلش شكل الجلاش. زي ما انت شايفه كده انا عملت كمان واحده بالعرض اهي، بس دي هعملها على 3 بس عشان ده طبعا العرض مش الطول. تمام. واهم حاجه خلي بالك ان انت توصلي لحد الاخر بالسكينه عشان الحشوه تنزل في قلب الصباع كله، واللي هو الرول يعني وتخليه كله شارب من بعضه جوه. تمام. خلاص كده. تعالى مع بعض بقى نشوف هنشربه ازاي. التشريبه اللي احنا عاملينها او الخليط اللي احنا عاملينه، انا دهنت دهن السمنه كده مع الوش عشان طبعا الجلاش من النوع اللي بينشف بسرعه، فلو مدهنش سمنه هتلاقيه هش كده وكسر منك. فدهنته دهنه بسيطه كده بحيث اللي هو ايه عبال ما اجي اسقيه ما يتبهدلش يعني ما يكسرش مني. هنزل كل الخليط كده بالشكل ده، ما تقلقيش مش كتير ولا حاجه. كل ده هيتشرب وهيخليه طري من جوه زي ما انا قلتلك وهش من بره. متقلقيش، اللي عايزاه طري كله اول ما يخرج من الفرن وهو سخن غطيه. لو عايزاه هش زي ما انا عاملاه كده سيبيه اول ما يطلع من الفرن بره، يعني ما تغطوش عشان ما يعرقش معاكي وتلاقيه طري ممكن يعجن كمان. تمام. اسفه لو بتكلم كتير بس لازم اقول كل تفصيل علشان البنوتات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا او داخلين الفيديو بيتعلموا لسه ما يعملوش غلطه تبهدل الدنيا. الحاجات دلوقتي غاليه واي حاجه ممكن تبوظ الوصفه معاكي. انا جبت هنا رشه حبه البركه كده مع سمسم، ودي احلى حاجه تعمليها في البروكلي التركي. بيدي طعم حلو قوي. انا كنت كمان عايزه ارش على الحشوه من جوه بس نسيت بصراحه، مع اني كنت حاطاه جنبي بس نسيت ان انا احطه اصلا على الحشوه. بيدي طعم حلو قوي مع الجبنه كمان حبه البركه. وكلنا عارفين فوائد حبه البركه والسمسم، يعني غني عن التعريف. الفوائد بتاعتهم كلها حلوه ومفيده للجسم وللاطفال كمان. فدي احلى حاجه ممكن تعمليها للاطفال. موجود فيها بيض وموجود فيها لبن وموجود فيها سمسم وحبه البركه، وحاجه خفيفه كده وفيها جبن وفيها كل حاجه. بصوا الجمال، حاجه كده لذيذه. هيخش على النار بقى على فرن عالي
على درجة حرارة 190. كل الحشوة مستوية، مفيش حاجة تستوي لسه. لو دخلتيه على نار هادية هيعجن منك. تمام، بيخش على نار عالية ينفش معاكي، وعايزة توطيله النار بعد كده وطي، مفيش مشكلة. تمام، انا مش بشغلش عليه الشواية، هيطلع بالجمال اللي انتوا شفتوه ده. بصوا حاجة كده من الاخر تحفة بجد. ما استنيتش بصراحة من الريحة اللي هو يهدى شوية، لا انا قطعته على طول وهو سخن كده، حتى اكلته وهو سخن. حاجة كده لذيذة مع كوباية شاي في اي وقت بقى، غدا عشاء بالليل، حاجة خفيفة. الصبح مثلا يكون هادي شوية، هتحطيه في اللانش بوكس مع ولادك. تحطي مثلا معاه بقى ثمرة فاكهة، حاجة مثلا حلوة، مثلا بسكوت تمر او اي حاجة. حاجة مغذية جدا ولذيذة وخفيفة في نفس الوقت، وتغيير عن المعجنات اللي احنا كل يوم بنعملها لهم. احنا طبعا بنعمل معجنات ونشيلها في الفريزر ونحط لهم زي ما احنا قلنا قبل كده، بس برضو مفيش مانع يعني احنا نغير ونعمل حاجة جديدة زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى مع بعض كده. بصوا الطريان والشاشة اللي بتاعت ال البوريك عاملة ازاي، اوريكم جوه دلوقتي عامل ازاي. اهم حاجه بس اسلكه، لان طبعا لما بيتحط عليه الخليط بتاع اللبن والبيض بيلزق تاني، فلازم تسلكيه عشان لما تيجي تشديه تشدي البوريك ما يتقطعش منك ويتبهدل. بصوا يعني شكله، يعني بصوا بيتكلم عن نفسه. حاجه لذيذه كده. ده لو اتعمل بقى في بايركس كده وتحط في نص السفره هيبقى حلو قوي وهيعجب كل اللي موجودين. كله بلف جلاش واحده على فكره، وبشويه حاجات موجوده عندك في التلاجة، ومحدش يقول مفيش حاجه في التلاجة. يعني الحمد لله كلنا عندنا حاجات بواقي في التلاجة. حتى لو احنا هنجيب الحشوه اللي احنا هنعملها لاولادنا بتاعه المدرسه اليوميه اللي احنا بنديها لهم، اللي احنا كل يوم بنديها لهم يعني، ف هنحطها في قلب الجلاش بتاعنا، هيسد معانا اليوم وهيمشي اليوم معانا من غير ما تكلفي نفسك ولا اي حاجه. بصوا بقى الجمال عامل ازاي من جوه، مهش من جوه كده ومفرغ، مش معجن ولا اي حاجه، ومقرمش من بره من الجناب وكل حاجه. الحشوه ما طلعتش والجبن ما ساحتش من بره ولا بهدلت الدنيا ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تفكيه صوابع كده يتاكل، يعني تحط صوابع في اللانش بوكس، وممكن يتاكل كده زي ما انتوا شايفين. حاجه سهله ولذيذه وطعمها حلو. كل ما بتحطي حاجات مغذيه في قلب الحشوه تدي قيمه غذائيه عاليه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتنسوا اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.